ممثلة في مصر وبين قوسين في مدينة السلام شرم الشيخ تحتضن كل دول العالم لمناقشة هذا الملف. ما هي الشعارات العريضة الكبيرة التي سترفع من قبل الأفريقيين أمام قادة العالم المتقدم؟ ده حقيقي افريقيا 53 او 54 دوله، تقريبا كلهم دول مهدده بالاثار السلبيه لتغير المناخ، وفيها دول اقل نموا كمان، يعني هي دول ناميه وفي دول اقل نموا. الدول الاقل نموا بحسب تصنيف الامم المتحده بيكون اقتصادياتها ضعيفه جدا. انبعاثات افريقيا من غازات الاحتباس الحراري اجمالا 4% من انبعاثات العالم، يعني افريقيا كلها بكل الدول اللي فيها عدد الانبعاثات ضعيف جدا، 4% من انبعاثات العالم لا تمثل شيء يعني، لكنها الاثار السلبيه اللي تقع عليها كبيره جدا. افريقيا هتعمل ايه، او مصر هتتكلم باسم افريقيا؟ طبعا في مجموعه من المجموعات التفاوضيه اسمها المجموعه الافريقيه، فيها مفوضين افارقه بيتكلموا بيخصصوا كل منسق لكل موضوع من موضوعات اللي في على جداول الاعمال المؤتمرات، لان دول 6 مؤتمرات مش مؤتمر واحد. فالدول الافريقيه هتطالب بحقوقها والدفاع عن حقوقها، وتطالب بما يسمى بالعداله المناخيه. العداله المناخيه باختصار شديد مفهومها هو يتمثل في الاعتراف بالمسؤوليه التاريخيه المتسبب في المشكله. المشكله دي من بدايه الثوره الصناعيه او اواخر 1800 بدايه 1900، حرق كميات كبيره جدا من الوقود الحفري عن طريق الدول الصناعيه اللي اصبحت دلوقتي دول غنيه. فبالتالي في مبدا في المفاوضات اسمه الملوث يدفع، ومن افسد شيء فعليه اصلاحه. هي دي العداله المناخيه. هناك ايضا دول ناميه بازغه النمو، يعني في دول عندها طموح انها توصل لمصاف الدول الصناعيه الكبرى، عندها خطط تنمويه كبيره، عندنا الصين، عندنا الهند، عندنا البرازيل، جنوب افريقيا، ومصر تاتي ايضا معهم عندنا طموح. احنا برضو دوله ناميه عندنا طموح ان احنا نحقق معدلات نمو حتى نصل الى مصاف الدول الصناعيه. طبعا مصر من سنه 2015 كل المشروعات تقريبا التنمويه اللي عملتها مصر حقيقه كلها مشروعات الهدف الاساسي منها هو التنموي، لكنها لها بعد بيئي بتهدف الى خفض الانبعاثات. لو خدنا في الاعتبار مثلا مشروع القناه السويس الجديده، ده بيقلل حركه اصدار السفن، وبالتالي بيقلل كميه الوقود اللي كان بتستهلكه السفن، وبالتالي الخفض في استهلاك الوقود احنا بنترجمه خفض في غازات الاحتباس الحراري. شبكه الطرق الممتده بطول الارض البلد وعرضها بتقلل عدد ساعات السفر، وتقليل عدد ساعات السفر ده يترجم الى خفض وقود، وبالتالي يؤدي الى خفض غازات الاحتباس الحراري. وايضا شبكه النقل الذكي والطاقات الجديده والمتجدده ومشروعات بنبان وطاقه الرياح، كلها مشروعات جيده جدا. ومصر بتبعت رساله للعالم بتقول فيها على الرغم من ان انبعاثاتنا 6/10 من انبعاثات العالم، لكننا بنساهم في حل المشكله وخفض غازات الاحتباس الحراري. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير طنطاوي، استشاري المناخ والتنمية المستدامة، كنت معي هاتفيا من القاهرة. إذا وصلنا بكم لختام هذه التغطية، استمرت معكم لساعتين، تغطية مستمرة على مدار الساعة مع إكسترا نيوز. هذه تحياتي محمد الرميحي، وأترككم الآن مع هذا العرض حيث مؤتمرات كوب أكبر وأهم المؤتمرات السنوية لمواجهة تغيرات المناخ.